خبر حزين هز الساحة الفنية والثقافية في الساعات الأخيرة، ونزل كالصاعقة على قلوب ملايين المحبين والمتابعين في الخليج والعالم العربي. هل غادرنا حقا أحد أعمدة الفن الخليجي؟ هل ترجل الفارس القدير عن صهوة إبداعه ليرحل إلى دار البقاء؟ نحن اليوم في 31 من مارس، والأنباء تضاربت والشائعات انتشرت كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، تاركة الجمهور في حالة ذعر وقلق شديد. المصادر المقربة والموثوقة أكدت وجود وعكة صحية شديدة وحرجة جدا ألمت بالفنان القامة واستوجبت دخوله العناية المركزة، لكنها نفت وبشكل قاطع خبر الوفاة المتداول حتى هذه اللحظة، مطالبة الجميع بالكف عن نشر الأخبار الكاذبة وتغليب الدعاء له بالشفاء. هذا الفنان القدير الذي طالما أمتعنا وأبكانا وأضحكنا بالمساته الساحرة وأدواره الخالدة يعد ركيزة أساسية في تاريخ الدراما والمسرح الخليجي. واليوم يجد الوسط الفني نفسه في مواجهة لحظات عصيبة يترقب فيها الجميع صدور بيان رسمي من العائلة أو الجهات الطبية المسؤولة لتوضيح الحقيقة، بعيدا عن صخب المزايدات الإعلامية. إن احترام خصوصية الفنان وعائلته في هذه الظروف هو أقل ما يمكن تقديمه كعربون محبة وتقدير لمسيرته الطويلة. لا تساهموا في نشر الإشاعات، فقلوبنا جميعا معه ومع كل محب لهذا الإرث الفني الأصيل. نحن في هذه القناة نتعهد بنقل الحقيقة لكم فور صدورها، وسنوافيكم بأي طارئ يخص الحالة الصحية للفنان القدير. ابقوا معنا لمتابعة كل المستجدات. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الضراعة سائلين المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل أو يتغمده بواسع رحمته إن كان قد فارقنا حسب الحالة. أخبرونا في التعليقات ما هو الدور الذي لا تنسونه لهذا الفنان القدير. دعمكم باللايك والاشتراك هو ما يدفعنا لنقل الحقيقة بمسؤولية. شكرا لمتابعتكم، وحفظ الله نجومنا وكبارنا من كل مكروه. إلى اللقاء في تغطية عاجلة قادمة.